محتارة تغديهم ايه او كمان تعشيهم ايه؟ ما تحتاريش خالص. او تعملي سندوتشات ايه بقى وانت رايحة المصيف او انت قاعدة على البحر؟ طبعا الاكل غالي جدا جدا. طب ما تيجوا نعمل الاكل والسندوتشات وناخدها كده على البحر او على البول، او لو طالعين رحلة، او كمان لو انت رايحة النادي. السندوتشات دي او الاكلة دي صدقيني مش هتبطلي تعمليها. وبقى كفايانا بانيه ومكرونة ومكرونة وبانيه. لا، هنكسر النهاردة القاعدة ونجيب البانيه بتاعنا ونغسله كويس جدا في جنزبيل وليمون وملح، ونشطفهم شطفتين حلوين ونصفيهم ونقطعهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنعمل النهاردة فاهيتا الدجاج بطريقة حلوة قوي وسهلة وبسيطة، وعايزة اقولك تنفع معاكي في كل حاجة. مصيف شغال رحلات شغالة، في البيت وزهقانة ومش قادرة تعملي أكل أو مش في دماغك حاجة تعمليها وعايزة حاجة كده في 5 دقايق حرفيا هتجهزيها وتحضريها، هتبقى تحفة جدا وهتدعيلي دعوة حلوة. قطعنا الفراخ بالطريقة دي، وتعالوا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام كده ونتبل معانا الفاهيتا بتاعتنا: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كركم، كاري، كل البهارات اللي موجودة عندك حطيها. بنظبط طبعا الملح وفلفل اسود وكزبرة وكمون وسنة من ال7 بهارات، وسنة برضو من الجنزبيل وعصير ليمونتين كده لو الليمون حجمه صغير، او عصير ليمونة لو الليمونة كبيرة. تصدقوا بقى ان الاكله بتاعتنا خلاص قربت تخلص؟ معلقه من الخل ومعلقتين من الزيت، خلاص كده يا حلوين. هندي تقليبه حلوه كده بايدينا، لازم تدمجي كويس جدا كل البهارات اللي احنا ضفناها مع الفراخ بتاعتنا. عايزه اقول لكم خلاص خلاص احنا قربنا نخلص. فلفلايه بقى حمرا رومي كده الوان، فلفلايه اصفره مع فلفلايه اخضره مع بصلتين. خلاص كده الوجبه بتاعتك خلاص كملت. تقدري بقى لو عندك ربع كيلو بانيه تقدري تعملي الاكله دي كيلو نص براحتك خالص. ده كان نص كيلو من البانيه. تمام. وما فيهاش بقى افتكاسات ولا واقفه في المطبخ، حرفيا 5 دقايق ان شاء الله تكوني عملتي احلى سندوتشات لولادك. قبل ما تروحي بقى كده وانت طالعه على البحر، تقدري في 5 دقايق تحضريها وتاخديها معاكي وتعملي احلى سندوتشات طول اليوم. بجد مغذيه موفره جدا جدا، وكمان طبعا على قد الايد ان شاء الله. جبت هنا كده الطاسة بتاعتنا وعلى طول، لا هتستني تتبلي من قبلها بكام ساعة ولا أي حاجة. قطعي الخضار وعلى طول اشتغلي. زيت على سمنة أو زيت على زبدة وتبتدي تسخنيهم. تسخنيهم جامد جدا جدا، وبعد كده تسمي الله وتنزلي كده بالفاهيتة بتاعتنا على نار عالية كده. تبتدي تقلبي بس بحرص، في الأول مش بنقلب كتير، هتبك ميتها وبعد كده هترجع تشربها. وزي ما بنقول على نار عالية، من وقت للتاني تديلها ايه تقلبتين كده. وصلت معايا بقى للشكل ده ما شاء الله، شربت المية بتاعتها. عايزة اقول لكم والله العظيم في حتة تانية خالص، لا لبن ولا زبادي ولا اي حاجة، حلوة جدا وسهلة جدا. خلاص كده خدت معايا اللون الجميل ده، هنبتدي نخرجها بقى في طبق، ونبتدي نجيب البصل بتاعنا وننزل بيه. تمام. لو انت اول مره تشوفي قناتي اشتركي معايا في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما تنسيش بقى تعملي اللايك حلو منك او لاف حلو منك ودعوه من قلبك الجميل ده لاختك دودو وليكي بالمثل. سنه صغيره هنا كده نص معلقه صغيره من الثوم المفروم. دقيقه دقيقتين وعلى طول هننزل ببقيه الخضار، ببقيه الفلفل. طبعا انا معايا هنا فلفل سبايسي، لو حابه تستبدليه بفلفل رومي ما فيش مشكله. لو ما عندكيش فلفل الوان تقدري تشتغلي بفلفل رومي مفيش مشكله. مش شرط يعني، بس طبعا انتوا عارفين الفلفل الالوان فيه قيمه غذائيه عاليه. اديت لهم كده تقليبه مفيش دقيقه، كل مكون ما بين التاني مفيش دقيقه، وتبتدي ترجعي تاني ايه قطع الفراخ اللي احنا سويناها مع بعض. ونسيبهم بقى برضو على نار وسط كده، وهنا بنقلب بحرص عشان الفراخ معايا ما تتهريش. ولما تيجي تقطعيها قطعيها سميكه، ما تقطعهاش رفيعه، عشان الصدور انتوا عارفين ان مش بتاخد وقت. خلاص قلبناهم وخلاص الاكله بتاعتنا جهزت معايا. عيش بلدي حلو كده، وكمان كان عندي كابوتشايه كده ابتديت برضو
ويا سلام بقى لو في هنا بقى حبة طحينة بقى لو انتي حابة يعني. انا بفتكر معاكم كده في الفيديو. والاكلة بتاعتنا ما شاء الله اللهم بارك خلصت، تستاهل بقى كم من 10. وعايزة تعملوا لها شير كتير. واسهل وابسط طريقة لفاهيتا الدجاج، حاجة كده اللهم بارك. السلام عليكم.